كمان المسلسل المصري كان هو الحدث. كانت الشوارع بتفضله مخصوص عشان يتابعوا قصته واحداثه، وكانت القصه والاحداث تغطي 30 يوم في رمضان. فاحنا جايين النهارده نتكلم ليه المسلسلات المصريه بقت تجاريه. مسلسلات زمان كانت الناس بتستنى الحكايه والمسلسل، دلوقتي احنا بنقلب على المنصات كاننا بنتفرج على اعلان طويل مدته 30 حلقه، وفي ال 30 حلقه نفس الوجوه نفس الخناقات. نيجي نسال نفسنا سؤال، يعني ايه تجاره في المسلسلات؟ المسلسلات بقت واخده طابع تجاري، ان هي تبقى عامله اعلانات لحاجات معينه، تشويق ومط الاحداث ملوش 30 لازمه، احداث ملاش 30 لازمه محطوطه في النص، كل ده عشان تبقى متصدره الترند. وفي مسلسلات بتبقى واخد دفع تجاره، ان هي واخده من ترندات السوشيال ميديا وبتعمل بيها، زي المسلسلات الكبيره. يا زميلي، ازيك يا صاحبي؟ صباح العسل يا زميلي. ايه الدنيا ساقعه ومطره وانت بتعمل كده ومش لابس جاكيت؟ انتوا ايه ما نزلتوش نقط كتير، الا وهي مشكله ال 30 حلقه وورش الكتابه. مسمار كان بيدق في نعش الدراما كان عشان يغطي ال 30 حلقه اللي يغطوا شهر رمضان كله. كان زمان في مسلسلات بتقعد 33 حلقه شهر رمضان بالثلاث ايام بتوع العيد. كان المؤلف بياخد سنين سنين حرفيا كان بياخد سنين عشان يكتب ال 30 حلقه عشان يطلع مسلسل مظبوط. كانوا بيكتبوا عامة، كان بيكتبوا زمان مسلسلات علشان القصة، على عكس دلوقتي احنا بنكتبوا مسلسلات علشان بطل معين. يعني مسلسل بدون ذكر اسماء، مثلا مسلسل علي كلاي، او بقول لك بلاش عشان بتاع احمد العوضي فهد البطل، بلاش برضه عشان بتاع احمد العوضي اللي هو حق عرب، بلاش برضه عشان بتاع احمد العوضي، او مثلا مسلسل اللي ملوش كبير. بصراحة كلهم كانوا معمولين مخصوص عشان احمد العوضي. الله، هو في ايه؟ وش ما جت عليا؟ المسلسلات بقت مكتوبه مخصوص للبطل معين، ما بقاش في اجواء اللي هو ايه، انا هكتب مسلسل احداثه بتدور عن كذا واموره بتدور عن كذا ونهايته كذا، ندور على البطل اللي يقبل بالدور. بقى عندنا ورش كتابه. ورش كتابه مش عيب، يعني انت عندك مصنع ينتج لك ورق مكتوب عليه الحلقات، تنجزه الوقت والتصوير بس. لو ركزت احنا عندنا ايه، عندنا 40 دقيقة للحلقة، في ال 40 دقيقة دي نحشي اعلانات كده، نحط اعلانات. وحاليا الدراما بقت بتتفصل على مقاس الوقت مش العكس، يعني الدراما كانت بتتقاس على مقاس اللي بيحصل عموما. يعني انا بهبط في الحتة دي عشان نبقى متفقين. ونتكلم في النقطة الثانية الا وهي سطوة النجم، او المصطلح ذا ستار سيستم. بوسترات المسلسلات دلوقتي بقى البطل هو اللي واخد 90% من البوستر، وتحت منه ايه ال 10% كده الابطال التانيين، او ولاد الكلب اللي معاه. المسلسل دلوقتي ما بقاش قصة المؤلف، دلوقتي بقى مسلسل النجم فلان. المنتج دلوقتي بقى بيدور على الممثل اللي هيشتريه الاول، وبعدين يدور على القصة اللي تليق عليه. دلوقتي المنتجين هم بيدوروا على الممثل احمد العوضي، وبيدوروا على القصة اللي بتليق عليه، ويدوروا بقى اللي هي القصه اللي تليق عليه، ان مثلا البطل بيطلع يضرب له 100 واحد في الحاره ويكسر مش عارف ايه. المنتج وهو بيدور على البطل او بيشتري البطل، ان هو هيدور له على الدور اللي هو ايه بيضرب فيه ال 100 واحد في الحاره، وبيقول كلام حكيم، حكم مصطفى شعبان. ومع كل ده احنا المسلسل معمول للبطل. النقطه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها الا وهي الدراما المتعلبه والاعلانات المداريه والمستخبيه في العموم. الاعلانات المستخبيه في العموم انك انت مثلا بتلاقي البطل قاعد بيشرب لك عصير ومبينين شكله بوضوح، فاهم؟ كل المسلسلات دلوقتي بقت واخده الطابع مش طابع تجاري بس اعلانات. احنا بنعمل اعلان للمنتج الفلاني لان هو الراعي بتاعنا، او انك تلاقي البطل قاعد لك في كومباوند فخم زياده عن اللزوم. زي مثلا ابسط مثال ولاد رزق مثلا، يعني كانوا عاملين كانوا عاملين البتاع بتاع العربيات بتاعهم في مكان فخم فشخ، انا ما اقدرش اروحه، وبيروحوا يقعدوا في عين السيره في اخر الليل يعني. الفكره بقى ايه اللي مخليني بقول كده؟ زمان المسلسل كان بيعكس الحقيقه اللي في الشارع وايه اللي بيحصل، كان بيعكس الحقيقه عامه بشكل اوضح.
دلوقتي المسلسلات بتعكس الكومباوند عامل ازاي، الخدمه عامله ازاي، الناس اللي حوالين مننا عاملين ازاي. وكابسط مثال كان مسلسل بتاع عادل امام مش فاكر اسمه، اللي هو كان متجوز فيه دلال عبد العزيز ومتجوز داليا البحيري. دلوقتي المسلسلات بتعكس نقطه الا وهي الحاجه بقت مرفهه زياده عن اللزوم. يعني تلاقي البطل مثلا مش لاقي ياكل او ايا كان، مش هقول لك مش لاقي ياكل، هتلاقي البطل دلوقتي ماسك له اقل ما فيها ايفون 8 بلس يعني. تمام، انا مش هقول لك ايفون 6 ولا ايفون 8 بلس. شوف مسلسلات دلوقتي الحياه المرفهه جدا، مكياج مبالغ فيه، بيت مبالغ فيه. يعني مثلا يجيب لك ان الناس دي يعني المسلسل يوضح لك الناس دي في طبقه متوسطه عايشين في بيت مبالغ فيه ان هو طبقه، الناس دي طبقه هاي جدا، فاهم. والنقطه الرابعه بقى اللي هنتكلم عليها اللي هي بتستغل الجزء التجاري للمسلسلات، الخوارزميات والترندات اللي هتبقى ماسكه المنصات كده. دخول المنصات الرقميه غير اللعبه اللي بيعملوها مهووسين الترند ويعملوا ايه اللي يجيب الريتش. وكابسط مثال خناقه الاسطوره اللي لحد دلوقتي ترند. رفاعي بس يا بابا بتبان الارض ولا ايه؟ انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف، ده انت تمسك الشيشه بقى. واللي كان من وجهه نظري لعيب في النقطه دي جدا المخرج الكبير محمد سامي. في مخرجين او مؤلفين او ايا كان بيستغلوا النقطه دي بشكل بشع، ان هو يمط لك في الاحداث ويطول لك علشان يغطي 30 حلقه. ودي النقطه بقى اللي هو ايه، ازاي يعرف يلعب بالترند صح. وكابسط مثال برضو محمد سامي لعب على النقطه دي في جعفر العمده، لما خلى ان محمد رمضان بيدور على ابنه وابنه معاه بيدور على ابن محمد رمضان. في اخر حاجه، هل في امل المسلسلات ترجع للجانب الدراما بتاعها ولا كل المسلسلات هتفضل تجاريه؟ يعني لو فكرنا في مسلسلات بتبقى 10 حلقات 15 حلقه اللي هي اكتسحت. وكأبسط مثال الغاوي انا ما اتفرجتش عليه بصراحه، بس المسلسل عجب ناس كتير. المسلسل لحد دلوقتي بيحقق نجاحات سواء على يانجو بلاي، واتشد، شاهد. هتلاقي المسلسل لحد دلوقتي في نسبه مشاهده حلوه عليه. وبعيدا عن مسلسلات رمضان، بره رمضان بدأنا بنشوف مسلسلات بتبقى مثلا 10 حلقات، بطل عالم 15 حلقة، ورد وشوكولاتة. في مسلسلات كتير تبقى 10 حلقات 15 حلقة بره موسم رمضان، تلاقيها اكتسحت أكتر من مسلسلات رمضان. الإجابة في أمل إن الدراما المصرية ترجع لمكانها وما تفضلش نقطة تجارية. آخر الحلقة قولوا لي في الكومنت إيه آخر مسلسل حسيتوا إن هو فيه دراما فعلا ومش واخد الطابع التجاري. وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وسلام.